في أي لحظة إذا كانت في حالته. بالفعل مطلوب مثل كلام كابتن عبد العزيز حسن، الشراسة، الرغبة، الالتحامات القوية، خصوصا أن الثلاث منتخبات اللي متواجدين معنا في هذه البطولة بطولة العنابي مع أسود الرافدين نشام الأردنية عمان. وهنا هذه المواجهات التي تلعب في استاد عمان الدولي الذي يحتضن أحداث هذا اللقاء. كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب العراقي، لمسة تأتي عن طريق علي جاسم، بعد ذلك أمجد عطوان يحاول، لكن أيضا تغطية دفاعية. عادت الكرة بعد ذلك من جديد لمستوى المنتخب العراقي. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، تسديدة تأتي خلال هذه المحاولة وهذه التسديدة، لكن بعد ذلك أحمد السيل في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة والخطر ويمنع أول أهداف اللقاء للمنتخب العراقي بعد هذه الكرة العرضية المثالية جدا. وبعد ذلك التدخل لم يكن بالصورة المطلوبة، المتابعة من خلالها المنتخب العراقي المحاولة لاعبا للمباراة الدولية بقميص منتخب العراق لم يصل بعد إلى النادي المئوي الذي أفضل مما نشاهد عليه مباراة الفريقين حاليا في الدقائق الأولى. نبغي الأهداف، نبغي المتعة، نبغي الإثارة، نبغي أن نطمئن على أحوال منتخب أرضية الملعب. وصلت إلى رمي التماس علي جاسم، أيمن حسين، علي جاسم داخل منطقة الجزاء، عادت الكرة والمحاولة إلى علي جاسم. هذا علي جاسم يبحث عن التقدم والمرور، ومن ثم بعد ذلك الصافرة موجودة والخطأ يأتي لمصلحة علي جاسم ومنتخب العراق. تصل إلى ميرخاس دوسكي، انطلاقة من الجهات اليسرى، لكن أيضا تغطية دفاعية هذه المرة من أكرم. علي جاسم، لا بسام، لكن ايضا طويله على بسام، سهله عند المدافع العراقي الدولي علي عدنان، واحد الاسماء التي ايضا شاهدناها حقيقه بمسيره فيها الكثير من التميز والكثير من نعم في الدوري الروسي للموسمين الماضيين، وتحول مع بدايه هذا الموسم الى مصرف سنجان. كره لمحاوله لمصلحه منتخب العراق، تسديده قويه بعيده تماما عن المرمى عن طريق اللاعب علي جاسم، تحولت الى خارج ارضيه الملعب. عندنا علي الحمادي يتواجد في ويمبلدون، يجلس على مقاعد البدلاء من خلال احداث هذا اللقاء والعديد من المناسبات بقميص العنابي. كره بمحاوله وابعدت في التوقيت المناسب، تخلصت الكره. جائزه افضل لاعب في اسيا التي انطلقت في عام 1994 وتوج من خلالها في فيف، هم من فازوا بالجائزه خلال الفترات الماضيه وخلال المرات الماضيه، وكانوا ايضا المطلوب. تحولت لمصلحة المنتخب العراقي. أمامية الكرة، المحاولة بعد ذلك أداء أقل خصوصا من الناحية. إذن أو في هذه المواجهة أيضا أسامة رشيد